تغيير المقياس باستخدام نافذة التحويل. يمكنك اختيار الكائن ثم إظهار نافذة التحويل، وذلك من ويندو تختار نافذة ترانسفورم. يمكنك إجراء ما تريد من داخل هذه النافذة. لاحظ يمكن تغيير مكانه. لاحظ على X وعلى Y. إن أردت ذلك يمكن اختيار أي مكان تريده على بعد 10 على سبيل المثال على X 10 سنتي، وعلى Y على سبيل المثال على بعد على سبيل المثال إن أردت على بعد 5 سنتي كما هو ملاحظ هنا. إذا يمكن تغيير مكان هذا الكائن حسب X و Y، و X و Y هي بالنسبة لنقطة الأصل الموجودة هنا في الوسط كما هو ملاحظ هنا. يمكن تغيير هذه النقطة إن أردت ذلك. يمكن تغيير العرض والارتفاع إن أردت ذلك. يمكن تغيير كل منهما بشكل منفصل. لاحظ هنا إذا نقرت على السلسلة يتم تغيير كل منهما بشكل منفصل عن الآخر. لاحظ لا يوجد ارتباط بينهما. غير العرض إلى 10 على سبيل المثال، ولاحظ أن العرض يتغير بغض النظر عن الارتفاع. كذلك يمكن تغيير، لاحظ هنا الارتفاع إلى 9. لاحظ يتغير الارتفاع فقط دون تغيير العرض. أما إذا نقرت على السلسلة وظهر هذين الخطين يعني أن هناك ارتباط بين العرض والارتفاع. غير الارتفاع أو العرض إلى 11، ولاحظ أنه يتم تغيير العرض تلقائيا أو الارتفاع تلقائيا. عند تغيير 11 أصبح 9.9 بشكل متناسب. الآن يمكن عمل استدارة لهذا الكائن بأي زاوية تختارها، مثلا 30 درجة. لاحظ هنا 30 درجة مع عقارب الساعة أو ناقص 30 عكس عقارب الساعة إن أردت ذلك. أو يمكن إجراء عملية الانحراف أو ما يطلق عليه شير. يمكن إجراء عملية الانحراف بزاوية معينة مثلا 30 درجة. لاحظ عملية انحراف الشكل.